كيبدا الفيلم مع 4 راكبين على الماطر وتابعين طوموبيل عامره فلوس. واحد فيهم خسر اشاره المرور باش يعرقل البوليس. شويه دوك الربعه غادي يقلبوا الطوموبيل وسرقوا الفلوس كامله وهربوا. وهادشي اللي خلى وسائل الاعلام كلها كتهضر على هاد السرقه. غادي يوصل الضابط جاي باش يحقق في هاد القضيه، وغيقول للمساعد ديالو يقلب لي على احسن واحد كيسوق الموتور في هاد المدينه كامله. هنا غادي يبان لنا عالم شارك في سباق ديال الماطر ودخل هو الاول وقدر يربح بسهوله، والجمهور بدا كيصفق عليه بحراره، وربح بزاف ديال الفلوس من الرهان على السباق هو وصحابه. وهو راجع في الطريق غادي تبان ليه الجوقه، نزل يشوف اش واقع. غتبان ليه واحد البنت كتخاصم مع الشيفور حيتاش كان غادي يضرب كلبها بالطوموبيل، وغادي يبان علي منبهر بها. شويه غادي يهرب الكلب ديال سويتي وغادي يتبعوا علي باش يشدو، ولكن ضرباتو الطوموبيل وغيب. فاق لقى راسو في دار سويتي وغير شافها بدا كيتخيل راسو تزوج بها، وداروا الدراري كاع. شويه غادي يدق الباب، مشى علي باش يشوف شكون. غادي يلقى الضابط جاي وغادي يعرفوا راجل سويتي. طلع ليه الدم وبدا كيتخيلها معاه. ملي سولو جاي شكون انت، غادي يقول ليه انا عالي وكنخدم ميكانيكي، وغيمشي في حاله. نهار الاخر المساعد ديال جاي غادي يجيب ليه التصويره ديال علي، وغادي يقول ليه هذا هو احسن واحد في المدينه كيسوق الموتور وممكن يكون مع دوك الشفاره. جاي مشى عند علي ودار فيها باغي يشري موتور. قال لي علي نشوف لك موتور رخيص ولكن بلا اوراق، ومشاو باش يشريوه. مع وصلوا علي قال جاي تسناني هنا وما ديرش المشاكل حيتاش هاد المنطقه خطيره والبوليس براسهم ما كيقدروش يدخلوا لهنا. جاي غادي يبقى يشوف الناس ويستغرب كيفاش عايشين في هاد المنطقه، وغادي يخرج في واحد بالغلط. وخونا ما عجبوش الحال وبدا كيغوت وبغى يضرب جاي، ولكن جاي غيعطي واحد الضربه غادي يخسر ليه لافيشور ديالو، وغادي يكون عالي كيتفرج ومصدوم ما فاهم والو. شويه غادي يبان لهم العصابه جايه قاصداهم كامله. غادي يركبوا في الموتور وغادي يهربوا. وهما غاديين في الطريق علي سول جاي كيفاش قدرتي تضربوا هاد الضربه كامله، واش انت من العصابه؟ قال ليه لا انا ضابط شرطه. وبدا علي كيضحك وما تيقوش. حتى وصلوا للكوميساريه عاد فاق السي علي، ولكن كان فات الفوت. غادي يضربوا جاي وبدا كيحقق معاه، وسولوا واش انت اللي سرقتي الطوموبيل ديال الفلوس. جاوبوا علي وقال لي انا ماشي شفار، وبدا كيدافع على راسو. جاي تعصب ومشى قصدو باش يضربو باش يعترف، ولكن المساعد ديالو غادي يدخل في اللحظه المناسبه ويقول ليه باللي هادوك الربعه كيسرقوا طوموبيل اخرى ديال الفلوس دابا. شويه غادي يبان لينا دوك الشفاره هربانين وتابعهم البوليس. واحد فيهم سميتو كبير غادي يحيد الكاسك ديالو لاحو تحت الرويده ديال الطوموبيل ديال البوليس وغادي تقلب. وفي الاخر غادي يدخلوا في واحد الكونطونير ديال الكاميو وقدروا يهربوا. من بعد جاي غادي يطلب من علي يخدم معاه باش يشدوا هاد العصابه، ولكن علي ما بغاش، ولكن غير وراه التصاور ديالو كيسرق هو يبدل الراي ديالو وخدم معاه. شويه غادي نشوفوا كبير في المقر ديالو وغادي يدخل عليهم واحد صاحبه بطوموبيل ناضيه. كلشي بقى مصدوم وحال فيها فمو. كبير بقى كيتامل فيها وقال لهم يلا نجربوها، وبقى كيسوق بواحد الطريقه جنونيه وبسرعه كبيره. شويه غادي ينقز منها وخلاها تلاح من فوق جبل، وقال لهم حتى واحد ما يبقى يخالف القوانين وخصني نعرف اي حاجه قبل ما ديروها. من بعد غادي يبان لينا جاي داير اجتماع مع البوليس ومستغرب كيفاش دوك الشفاره كيغبروا من ورا كل عمليه، وبدا كيحلل العمليات اللي داروا. وبالفعل قدر يعرف البنك اللي مستهدفينه في العمليه الجايه. مشى جاي في البلاصه لداك البنك ومشى معاه عالي وكان متنكر في ملابس ديال الكلون. مع مشى عنده جاي باش يقول ليه رد البال مزيان. غادي يبان لهم هذوك العصابه هربانين فوق الماطر. غادي يركبوا فوق الموتور وتبعوهم، ولكن العصابه تفرقوا في الطريق باش يدوخوهم. جاي قال لعلي يبقى تابع غير كبير، ولكن كبير ما كان سهل ونقز لهم من فوق واحد الترهن. وحتى علي تا هو طلع كذاب كبير، غادي يتبعوه وينقز من نفس البلاصه. شويه جاي جبد الفردي وتيرا في كبير، وقدر يطيح ليه الساك اللي فيه الفلوس، وقدر يطيح حتى صاحبه. ولكن كبير في البلاصه هز صاحبه وركبوا معاه وخدم السرعه الفائقه وخلى لهم غير البرد. هو يقول علي الجاي ما غاديش نقدروا نتبعوه بهذه السرعه. وهنا غادي نعرفوا باللي هذوك العصابه خدامين في مطعم ديال البيتزا. صاحب كبير قال لي خاصنا ننتقموا من هذا الضابط اللي ضرب لنا العمليه في الزيرو. شويه حتى كيبان لهم الضابط جاي داخل المطعم هو ومرته، ولكن ما كانش كيعرفهم. واحد شويه غادي يبان لهم في التلفازه اللقاء ديال جاي وكيوعد فيه الناس باش يشد الشفاره في اقرب وقت. وبداو الناس كيصفقوا ليه، ولكن كبير ما كانش عاجبه الحال، دار فيه واحد الشوفه ديال التحدي. وبالفعل النهار الاخر عيط كبير جاي في التليفون وقال لي انا هو الشفار اللي كتقلب عليه، وعطاه واحد العنوان وقال لي غادي نجي قدامك ونقول لك عمليتنا الجايه وما غاديش تعرفني، ولكن الا ما قدرتيش تشدني في هذه العمليه غادي تنسحب من هذه القضيه. جاوبو جاي وقال لي انا موافق على هذا التحدي.
في الليل مشى جاي لداك العنوان وبقى كيقلب على كبير، بان ليه واحد خونا شك فيه ويلا غادي قصدو غادي يدخل فيه واحد الراجل عمى وغادي يكون هو كبير ولكن متنكر، غادي يعاونو جاي باش يقطع الشانطي. شويه غادي يصدمو يركب في الموتور وغيمشي في حاله، وعرفت جاي بلي هذا هو كبير وخلى ليه ورقه فيها بلاصه العمليه الجايه. صاحب كبير بدا كيقول ليه لغيو هاد العمليه حيت البوليس عرفوا البلاصه ويقدروا يشدونا، ولكن كبير كان تايق في راسو بزاف ما بغاش يلغيها. نهار الاخر غادي نشوفوا علي في واحد الحفله وهي اللي غادي تكون فيها السرقه، وغادي تبان لي واحد الساطه قرطاسه غتعجبو وطلع يشطح معاها وكان باين عاجبو الحال ديال بصح. شويه غادي يسمعوا في الميكروفون باللي الايرادات ديال الحفله غتمشي للمحتاجين، ولكن مني غادي يطلعوها ما غيلقاو والو. شويه غادي يبان كبير وغادي يشعل العافيه في البلاصه ويدير طريق منين يدوس، غادي تلقى لي جاي باش يحبسو، ولكن كبير ضربو لاحو في العافيه. معنا جاي تيرا في واحد من العصابه وقدر يطيحو، مشى باش يعرف شكون وملي شافو عرفو وبدا كيجمع في الاحداث وعرف باللي العصابه هما اللي خدامين في مطعم البيتزا، وغادي يكون علي باقي وسط العافيه هو والراقصه، ولكن في الاخر قدر يهزها وينقز بها ويخرجها من العافيه. شويه غادي يقصدو جاي معصب وبدا كيضرب فيه حيتاش خلى المهمه ديالو طلع يشطح ويغني، وبداو الناس كيصوروا فيهم ونشروا الفيديو في كاع وسائل الاعلام، وغادي يكون كبير وعصابته كيتفرجوا فيهم، وغادي يشوف جاي كيعلن على الهزيمه ديالو وانسحب من القضيه. واحد من العصابه غادي يقول لكبير شكون غادي يعوض بلاصه روهيد اللي شدوه البوليس دابا، قال لهم كبير كنعرف واحد هو اللي غادي يليق لينا. النهار الاخر غيمشي كبير لواحد السباق مشارك فيه عالي وغادي يدخل يشارك حتى هو، وبالفعل قدر يسبقوا ويربحوا ودخل هو الاول. علي ما عجبوش الحال ومشى عند صحابو طالع عليه الدم حيت خسروا الفلوس بسببه، ولكن جا كبير عطاهم الفلوس وقال لعلي باغي نهضر معاه. مشى معاه علي، كبير قال لعلي باللي هو رئيس العصابه ديال السرقه وباغي يدخل معاهم، ومنها ينتقم من الضابط جاي ومنها يربح الفلوس. جاوبوا علي وقال لي انا موافق. في الليل غادي يسافروا لمدينه اخرى باش ينفذوا عمليه سرقه جديده، وغادي نشوفوهم مجموعين وكبير كيقول لهم خاصنا نركزوا مزيان في هذه العمليه حنا بخمسه، ويقول لي علي حنايا غير ربعه ماشي خمسه. غادي يهز كبير يدو ينعت لي في واحد البنت اللي غتكون سميتها شاينه، وهنا غادي نعرفوا باللي البنت اللي شطح معها علي في الحفله كانت مع العصابه. علي شافها تصدم وبقى واقف في بلاصتو، شويه تما غادي يقصدها باش يتعنب عليها، ولكن قمعاتو وقالت لي باللي الرقص كان مجرد جزء من الخطه باش يسرقوا الفلوس. غادي يوريهم كبير اللوطيل اللي غادي يسرقوه، وقال لهم باللي كاين كازينو وسط اللوطيل فيه اكثر من 180 مليون دولار وكيدخل الملايين كل نهار وكيديو داك الفلوس للخزنه ديال اللوطيل وعليها حراسه مشدده. جلس معاهم كبير وبدا كيشرح لهم في الخطه، وقال لهم باللي هذه اخر عمليه ومن بعد غادي يقسموا الفلوس ويتفرقوا بمره. نهار الاخر دخل علي وشاينا اللوطيل وداروا فيها سياح اغنياء، وكانوا جايبين معاهم بزاف ديال الباليزات باش يديروا فيها الفلوس. غادي يستقبلهم المدير بحراره وغادي يرحب بهم، وغادي يختاروا واحد الغرفه محدده اللي غتكون هي اللي تحت منها الخزنه. الاعضاء الاخرين ديال العصابه غادي يتنكروا داروا بحال خدامين في اللوطيل، وكبير غادي يكون هو الساقي في البار. في الليل مشى علي وشاينا الكازينو باش يلعبوا زعما، وهنا غادي يبان لينا جاي حتى هو كاين تما وسكران الكاو. غادي يمشي للبار فين كاين كبير وغادي يبدا يدخل ويخرج في الهضره. حاول كبير يهز بيه ويسايس معاه باش يمشي في حاله وما يخسرش ليه العمليه، ومن بعد غادي يمشي عند صحابو ويعلمهم ان جاي هنايا. واحد فيهم غادي يقول لي خصنا نحبسوا هاد العمليه قبل ما نتشدوا، ولكن كبير تعصب وما بغاش وقال لي غادي نكملوا اللي بغا يوقع يوقع. في ليله راس العام غادي يكون علي كيشطح مع شاينا وجاي كيشطح مع مراته وكاع الناس محتفله وناشطه، وهنا كبير وعصابته استغلوا الفرصه وبداو كيوجدوا في راسهم ودخلوا للغرفه اللي خداها علي. فرقعوا الارضيه ونزلوا للخزنه كاملين وجمعوا كاع الفلوس اللي كاينه تما، داروها في الباليزات ورجعوا بحال ما كاين والو. من بعد الحفله علي وشاينا خداو الباليزات وداروهم في الكوفر ديال الطوموبيل بحال غير حوايجهم ومشاو في حالهم. كبير مع رجع للبار لقى فيديو مصور عمليه السرقه كامله، وغادي يجي جاي وبدا كيصفق ليه وقال لي انا عارف كل شيء من الاول، هادشي علاش انا هنا. بداو كيتمشاو وقال ليه باللي علي مازال معايا وداكشي اللي طرا بيناتنا كان غير تمثيل باش تدخلوا معاك الفريق ونعرف عليكم كل شيء. شويه غادي يتفضوا وغادي يهرب كبير، وغادي يكون علي خدا الفلوس ومكتف شاينا وكيتسنى في جاي. شاينا غتقول لي كبير ما غاديش يخليها فيك، غادي يجاوب علي ويقول لها وريني اش غيدير. باقين كيهضروا غادي يوصل كبير وعصابته للبلاصه اللي كانوا متفقين يتجمعوا فيها، وغادي يشوفهم علي وغيتصدم حيت كان كيحسب ليه جاي يشدهم. غادي يبغي يدير بحال ما كاين والو ويرحب بهم، ولكن كبير كان عايق بيه.
قصدو بدا كيضرب فيه بالمزيان وهز عليه الفردي باش يقتلو. شويه غادي يعطي السلاح لشاينا وغيقول لها قتليه انتي وانتقمي منه، ولكن علي قال لها انا كنبغيك وعارفه حتى انتي كتبغيني، وهي تبقى واقفه مصدومه ومتردده ما فاهمه والو. غادي يخطف ليها كابير الفردي ويلا غادي يتيري في علي، غادي تجي ليه قرطاسه في يديه، وهنا غادي يكون جاي هو اللي وصل وعلي فرحان. كبير جر صحابو مشاو، ولكن شاينه ما بغاش تمشي معاهم وبقات مع علي حيتاش ولات كتبغيه ديال بصح. جاي غيبدا يتيري حتى علي ويقول ليه ماشي وقت تعناب هذا. نقز علي عند جاي للباركو وقال لشاينه تسنيني انا جاي، وغادي يمشي هو وجاي يتبعوا العصابه. غادي يكون كبير صايق واحد الرموك وغادي هربان بالفلوس. شويه جاي غادي كابري بداك الباركو معلم وبدا كيتيري في الجاج ديال الرموك. كبير تعصب ويخرج تيره في واحد البرامل ديال ليسانس كانت قريبه من جاي وعالي، فرقعهم كاملين. ولكن جاي كذاب كبير، قدر يخرج من وسط العافيه وبقى تابعه. شويه لحق الخطاف على الرموك ولصق فيه، حاول كبير تهنى منه ولكن والو. قدر جاي وعالي يتعلقوا في الرموك ويطلعوا ليه، ويطلع عندهم كبير وما تشوف غير تفرشيخو العصا معلم، وكانوا متقاربين في النيفو. وعلي كان داخل كيتضارب مع الاخرين وقدر يغلبهم غير بوحدو ود الكذابه ولاحهم من الرموك. كبير غادي يضرب جاي واحد الضربه حتى نقز وطاح فوق الرموك. مع هز راسو غادي يلقى علي هو اللي سايق وقال لي وقف الرموك المكلخ. مع ورك على الفران كبير غادي يكون ركب على الموتور وهرب ودا معاه الفلوس. غادي يمشي جاي يهز الموتور وتبعه. شويه غادي يخرج ليه من قدامه كي دار ليها الله اعلم. حاول كبير يبدل الطريق ويرجع، ولكن خرج قدامه علي بالموتور تا هو وبقاو محاصرينه. قال لي جاي صافي هذه هي الاخره لك، ما عندك فين تهرب غير سلم راسك. كبير بدا كيضحك وقال لي ما غاديش نخليك تشدني، وديمر الموتور بواحد السرعه خياليه وتلاح من الفوق والفلوس كتشتت في السماء. وهو غادي يطيح بدا كيشوف جاي بواحد الابتسامه ديال الانتصار، حيتاش ما شدوش وحياته كامله عاشها كيف بغى، وحتى طريقه الموت ديالو هو اللي اختارها. غادي يمشي جاي وعالي يطلعوا عليه ويتاكدوا باللي مات وتهناو من العصابه كامله ديال السرقه. وهنا غادي يسالي الجزء الاول من الفيلم ديالنا. وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك. تهلاو ونتلاقاو مع ملخص جديد.